الغربة فيها أسرار. أنتِ شايفة في حد عندِك مارس القصة ديّة سواء محتاج أو مش محتاج؟ أنا زي ما أنتِ قُلتِ في ناس فعلًا بتتغرّب وهي مش محتاجة، الناس دي بتبقى خلاص هي خدت القرار بإيدها كإنها قرّرت إنها تنقل حياتها وتعيش في مكان تاني، وجايز بيعيشوا في مكان تالت، وجايز هُم حابين إنهم يعملوا تجارب ويلفّوا بلاد كتير، والموضوع بيبقى عندهم من باب إن إحنا تغيير ثقافات مثلًا، آآ هواية السفر، أنا باحس إنها جايز تبقى عندهم هواية السفر، أعتقد دول ما ينطبقش عليهم غُربة لإنهم هُم واخدين القرار بإيدهم، الشخص اللي بينطبق عليه الغُربة الشخص اللي فعلًا في احتياج، وهو متغرّب علشان محتاج ماديًا، عشان يكوّن نَفْسه، عشان يخلق لنَفْسه فرصة شغل كويسة، لو فضل في مكانه جايز ما يقدرش يحققها، أو يحققها في الغُربة بسرعة أكبر. صدقيني أنا عايزة أقول لِك على حاجة ممكن تكون يعني زي ما بيقول خارج الصندوق، لإن خارج الصندوق دايمًا بيبقى هو الواقع. في ناس عايشة في بلدها وفي مكانها وحاسة بغُربة، وحاسة بغُربة خلّيني الجزئية دي بالذات إن شُفت فيها ناس كتير تقول لِك أنا عايشة في مكاني، في بلدي، في أسرتي، في الريف، في المحافظة، في البيت، في العمارة، بس حاسس إن أنا في غُربة. الغُربة لمّا تحس إن أنت لوحدك. الغُربة لمّا تحس إن أنت ما عرفتش تعمل حاجة حد موافقك عليها، ودي أصعب أنواع الغُربة، يمكن أنا ما فكّرتش فيها إلّا دلوقتي، لإن في ناس كتير بتعاني من غُربة المكان وغُربة الأهل. إيه رأيِك في القصة دي؟ ده حقيقي، لأ، ده موضوع مهم جدًا إنك تكون غريب والناس كلّها حواليك، إنك تحس إنك لوحدك مع إنك في وسط أهلك، فأعتقد ده أشد أنواع الغُربة أصلًا، إن أنا هالاقي نفسي فين لو ما لقيتش نفسي وسط أهلي ووسط الناس اللي أنا باحبهم، هاستنى مين يحبني أو أنا أحبه، هاروح للغريب، الغريب هو اللي هيحبني أكتر من القريب، فدي ده وجع، دي غُربة وجع.